اول حاجة تعمليها تنقعي البرغل. انا جبت 5 معالق من البرغل وحطيت عليهم مية مغلية لحد ما غطيته وركنته على جنب. وبعدين جبت 3 بصلات كبار كده قطعيهم اي تقطيعة، مش لازم صغيرة يعني. وبعدين الفلفل، انا حطيت قدامكم الكمية كلها اللي انا استخدمتها، مرضتش اجيبها متقطعة علشان تعرفي الكمية المظبوطة. دول 4 فلفلات رومي و3 فلفل حامي، وبرضو اي تقطيعة، وهتعرفي ليه اي تقطيعة بس تابعي معايا الفيديو. حزمة بقدونس، خدت الورق بس، العروق بيكون فيها سوائل وانا مش عايزة اي سوائل على الحواوشي بتاعي. يلا بقى يا ست الكل، قلبي كل ده في بعضه تقليبه محترمه، وهاتي المخرطه ونعملي كل ده. ايه ده يا ميمي، ما تعملي في الكبه على طول؟ هقولك لا، الكبه هتنزل السوائل اللي في الخضار وتغير طعمه، وهو ده السر اللي مفيش جزار هيقولك عليه. بعد ما تخرطي كل حاجه انزلي بيها على المفروم بتاعك. ده كيلو مفروم بيكون من 25 ل 30% من الدهن. نزلت عليه بالخضار المتخرط وبعدين بالبرغل اللي انا نقعته وسبته في الاول. اوعي تسرحي مع الفيديو وتنسي تعملي الاشتراك علشان توصلك فيديوهات الجديدة. نيجي بقى لتاني اهم حاجة في الوصفة، وهي البهار. لازم تعرفي نوع البهار اللي اكلتك محتاجاه. طب والحواوشي بهاره ايه؟ تعالي اقولك. اول حاجة معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة بصل باودر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كباية صيني او كوبيبة صيني زي ما بتقولي عليها. اللي ما يعرفش يفرق ما بينهم، الفلفل الاسود بيكون لونه افتح، ونص معلقة كبيرة سماق. البهارات دي موجودة عند اي عطار. واخر حاجة الملح. يلا يا قمر، اعجني بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما كل حاجة تخش في بعضها وتسمغ معاكي زي الشكل اللي انت شايفاه ده بالظبط. وبعدين هاخد بقى كرات من اللحمة احشي بيها العيش. نفسي يعملوا لنا اختراع بصراحة تشموا الروايح الحلوة دي من عندكم. اخدت اللحمة وفردتها في العيش. ما تخليش اللحمة سمكها تخين علشان تستوي بسرعة مع الحواوشي. احنا عارفين ان الحواوشي مش بياخد وقت في السوا. وبعدين دهنت العيش بالزيت على الوشين. بدهن الوش اللي تحت الاول علشان يكون سميك شوية يستحمل الحرارة ويسوي اللحمة، فبدهنه الاول وبعدين اعدل الرغيف وادهن الوش التاني. خليكي فاكرة الوش السميك منه للصاج على طول. التسوية على 180 رف اوسط. تعالوا بقى لحد ما الحواوشي يستوي نعمل شوية طحينة عسل. حطيت شوية من الطحينة وحليتها بشوية مية سخنة، ونزلت عليها بشوية ملح وشوية فلفل اسود وكمون. كل الحاجات اللي انا عملتها كانت ربع معلقة، يعني ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح، وربع معلقة كمون. وبعدين حطيت معلقة خل ومعلقة صغيرة زيت وعصرة نص ليمونة، فصين توم مفرومين وحتة فلفل احمر. انا كان عندي التوم والفلفل مفرزين، اخدت منهم حتة صغيرة قوي. بس كده قلبي بقى كل المكونات مع بعض وبقى عندك احلى طحينة. هاتيلي بقى طبق فاضي حطي فيه ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة بصل باودر، وربع معلقة صغيرة توم باودر، وربع معلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة شطة، وربع معلقة صغيرة ملح. كنت هنسى، ونص معلقة صغيرة سكر. وما تستغربيش من السكر، جربي وعرفيني طلعت معاكي ايه. نزلت عليهم بالبطاطس المحمرة سخنة من على النار على طول. لما تجربيها هتدعيلي. قلبت البطاطس بتاعتي كويس جدا وغرفتها. بصوا الجمال. وغرفت الطحينة كمان اهي، ما شاء الله قوامها كان تحفة. ده بقى بطل الفيلم بتاعنا، شايفين؟ الله اكبر، طالع تحفة. غرفته بقى على طبقين، واحد رصيته فوق بعضه كده والتاني قسمته ورصيته برضو. عرفوني انهي طبق عجبكم اكتر وبتتابعوني منين، وانزلي حطي لايك للفيديو واعملي اشتراك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.